بص بقى، كل اللي حصل في الماتش ده كوم، والثنائيه دي كوم تاني. يعني الاتنين دول ما يتجمعوش مع بعض بعد كده في تشكيله واحده. انت بقى من اللي حصل في ماتش النهارده انت لازم تتعلم من غلطتك. فايه اللي تتعلمه من غلطتك؟ اللي تتعلمه من غلطتك ان الاتنين دول ما ينفعش يكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه. اذا كان انت كنت بتلاعب زيمبابوي النهارده ومش قادرين ان هم يلحقوا على الخطوره بتاعتهم، رغم ان هم اصلا يعني ما هجموش كتير، ومع ذلك كان في مشكله في الدفاع عندنا. امال بقى لو بتلعب قدام منتخب قوي وعندهم مهاجم قوي، الحل هيكون ايه؟ فحسام عبد المجيد وياسر ابراهيم، ما اعرفش بقى العيب من مين. حسام عبد المجيد كان وحش قوي النهارده، ياسر ابراهيم برده ما كانش على قد المستوى. فالاتنين دول ما ينفعش يكونوا موجودين الماتش اللي جاي. هتقول لي طب نعمل ايه؟ هقول لك بص، الماتش الجاي يلعب رامي ربيعه ويلعب محمد اسماعيل. هتقول لي محمد اسماعيل ما عندوش خبرات، هقول لك يا ما هي الماتشات دي اللي هتجيب الخبرات، الماتشات دي هي اللي تعمل نجم كبير، والبطوله اللي زي ديت هي اللي تعمل خبره لمحمد اسماعيل عشان تكسب مدافع دولي كمان يكون موجود معاك الفتره الجايه. تقول لي بس ما عندوش خبرات، هقول لك تفتكر عبد المنعم لما شارك، لما كان بيلعب لسه في فيوتشر وشارك مع كيروش وبقى عبد المنعم دلوقتي اللي كل الناس بتتغنى بيه ونقول عليه افضل مدافع في مصر. فالبطولات اللي زي دي هي اللي بتعمل النجم. ممكن تلمع لعيب يبقى مش موجود في حسبانك خالص تلاقيه نجم الفرقه. فانا شايف ان بدايه من الماتش الجاي لازم محمد اسماعيل يشارك، وصدقوني والله العظيم منين ما محمد اسماعيل هيشارك، منين ما هتقولي ان هو هيحط رجله في الملعب وهيحط رجله في التشكيله الاساسيه ومش هيطلع من الملعب، ولو حصل ده الماتش الجاي هتقول دي ده قال، واعمل سيف للفيديو ده وهتلاقي كلامي صح.